بنمر بأوقات بحياة منها أبسط الحاجات ما قادرين عليها، خلاص طاقتنا انتهت. يعني آخر ما عندنا اديناه. نمر بأبسط الابتسامة البسيطة اللي ممكن نبتسم للزول ما قادرين نبتسم. يعني الحياة بتكون معانا صعبة جدا. ده وقت الانسحاب. ده الوقت الواحد منا مثلا خلاص يطلع من الدائرة الموجود فيها، من الحاجة اللي عمله ستريس في حياته، بيطلع من الذات، بيفصل. لازم بتفصل من الحياة، لازم تفصل من الموقف ده. فنحن معانا كتاب الليلة بيساعدنا الكتاب ده انه هو بيخفف التوتر اللي عندنا. الكتاب بيحكي انه هو يعني اي حاجة بتعمل لك توتر بتخليك مضايق خليها، يعني ابعد عنها، استريح منها. هنا بيوريك الشجاعة ما معنى انك تواصل في حاجة تخليك متوتر. الشجاعة في الانسحاب. يعني في حاجات لما ما تلقى فينا فائدة وبتوترك وبتزح انسحب. انسحب دائما. يعني ما الانسحاب هو للضعفاء، لا، ساعات الانسحاب للناس الشجعان. يعني لما تعرف ان الموضوع ده ما منه فائدة او المناقشة دي ما منها فائدة، انسحب منها. انسحب. اسم الكتاب 8 أشخاص أبعدهم عن حياتك، للكاتبة تهاني الهاجري. الكتاب بيحكي عن أول قصصه إنه هو أبسط الحاجات اللي هي بتحكي إن هي بتاخد كوفي من قهوة كل يوم صباح تمشي شغلها، ومارك هو اللي بيصنع القهوة للزباين. رجل مبتسم ورجل خلوق، وهي في حياته إنه هو يعني بيسهل لهم مبتسم يوديهم القهوة حقهم بيرسم فيها قلب. يوم من الأيام بتلقى مارك إنه هو ما مارك القديم، يعني راحت الابتسامة ومو ما مارك يعني الطبيعي اللي هي أبسط تفاصيل بتعرفها. تسألوا مارك بيقول إنه هو متضايق وقلبه مكسور. بتقنعه إنه هو يا أخي الابتسامة اللي بيرسم على الكوفي بتاعها وللزباين والابتسامة اللي بيعملها بترمم بعد آلامه، يعني بتخليه يعني لا إراديا بيكون بتنقل عليه العدوى بتاع السعادة وإنه هو يكون مبسوط. مارك بيقتنع بالفكرة وبيعمل، يعني بيرسم نفس الكوفي القلب على القهوة، بيديها لهم، بيبتسم، بيحس نفسه إنه هو بقى نوعا ما أفضل من إنه هو كان فيها. اليوم الثاني بيبشر إنه هو راجع للفلبين لأهله وأحبابه، وده كان السبب إنه مارك كان مختلف. يعني في حياتنا في ناس زي مارك كتير بنعرفهم كل يوم الصباح يبتسموا علينا، نشوفهم في تعاملهم، يعني بيعملوا تفاصيل صغيرة تفرزهم عن الناس الباقية. دي الناس بتلاحظ عليهم لما يكونوا مكتئبين، حتى التفاصيل الصغيرة ما بتحصل. هنا بنتأكد دي إشارة لنا إنه الناس دي ما كويسين. حتى لو سألته مالك بيقول لك أنا بخير. لا، ما شرط إنه يحكي التفاصيل، بس لازم يعترف إنه هو لا ما كويس. لازم ناخد بيده ونقف جنبه بعيد عن التفاصيل واي حاجه ما دارين حكايته ولا تسمعوا، بس اقف جنبه، خليك احضنه بمحبتك وقف جنبه وذكره بايامه الجميله ومواقفه الحلوه في حياتك الناس اللي بيعملها، ودي ترد عليه في ثقته في نفسه ولحد ما يبدا خطوه جديده في حياته. حاجه مهمه تاني بيحكي عنها الكتاب انك انت تورط نفسك. تورط نفسك كيف يعني دائما بنخاف من حياة نعملها، يعني دارين نعملها لكن دارين لما تكون مكتملة، ما يعني نبدأ مشروع لكن دارين نكتمل المعدات، دارين نعمل، دار تبدأ أنا في اليوتيوب زي ما أنا دار أعمل. أبدأ ورد نفسك خش وأبدأ مهما كان ومهما حصل. أبدأ ونزل فيديوهاتك، يعني ما شرطا بالجودة زي ما أنا بعمل دلوقتي، نزل، المهم إنك تبدأ. نزل فيديوهاتك مع مرور الوقت انك انت ممكن تحسنها وتظبطها، بس المهم ابدا الخطوه دي وخش فيها. ورط نفسك. هي بتقول ان هي كان عندها مشكله في التحدث، يعني كان بتخاف انه من الجمهور، ودي نسبه موجوده ودي حاجه موجوده، عند اغلب الناس، حتى انا عندي لها. يعني انه في ناس ما بتتكلم مع ناس جماهير كثيره، بس مع الممارسه حصل معي، وهي كمان بنفسها بتقول ان هي لما تورط نفسها في اي محادثه مع اي كم ناس بتشوفهم بطورت نفسها. كانت في 5 دقائق المره الاولى، ثاني جاتها فرصه لمن تحكي لمده نص ساعه، ثاني جاتها فرصه لمده تحكي عن ساعه ونص. والغريب ان هي بس لما جات انه طلبوا انها تحكي
حتى ما كان بتسأل الموضوع شنو وانا احكي عن شنو وما رتبت، لا كان بتوافق بعد كده بترتب حياتك. ما معناه انك توافق وما عندك حاجه، لا وافق ورتب حياتك. ما شرط ابدا، المهم انك تبدا مهما كان ومهما كان حصل ابدا. وما يهمك على الناس، لو كنت متحدث طلق، لو الناس ما حترحمك. المهم انت ابدا وطور من نفسك. كتاب جميل واتمنى انه هو يعجبكم، فيه تفاصيل كتير جدا جميلة. المهم انك انت تبدأ وتخلي التفاصيل الصغيرة من احبابك والناس اللي حواليك ركز فيها، حتى لو ما حصل انه هم قال لك المشكلة شنو، المهم انك تقف جنبه وتعرف انه هم بخير. حبيبي خلي بالكم من احبابك.